أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوانین هیجان برنامه کنوده دی سال پیش بریونه برنامه ما لسر ادب و اخلاق اسلامیه جبر وی ام ویگا جوان موضوعی بی ادبی کدوی مخوجی بپارزن ام لسر گنه کبائر ده سکنه لورا گنه کبائر ده پیش بر خدا بی امریه یعنی بی ادبی کمزنه و تحقی انسان ده جی بی ادبیه جبر وی ده لازم ام خوشوی بی ادبیه هنه بپارزن دی گنه کبائر ام ویگا ام یکو دجمیرن دیم ویگا هاتنه سر موضوع دزیه یکش گنه کبائری که خوی تعالی حرام کریه و دوی ام خوشی بپارزن و بی ادبی بی حرمتی کم مزنه هم لهنداب انسانه هم جی لهنداب خدا جل جلاله دزیه کو انسان مالی هنکا مثلا بدزه بی حق أبياجي أو كاكا مظنة يعني جاكش قنهي كبائر مظنة. قال الله تعالى خويا تعالى بيان كريا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. زلامي كو دزيب كيا بيركا كو دزيب كدستي واجيك تعالى أمر كريا قوتي دستي واجيكن افجي جزايك جزاي وي كسبا كتكن وي تشتيكو سوجو جنايتا كتكن اف جزاي وي اف جزاش طرف خدي وهاتي تعيين كرن خدي تعالى عزيزة وحكيمة يعني خدي تعالى قدرته وهي جزا بدا انسانا لسر فعلي واي خراب لسر تشتيكو حرام كريا للسروان وبكبنوي حرامية ده خده كاره وي انتقامي جوابستينه وي جزاي وابدوا يعني ولو انسان رابن يعني خو كاربن وشيرنجي وجزا ندنه بجي خده كاره جزاب ده الدنيا هال آخرت خده كاره بشكل كي جزاب دوا حكيمة حكمك خده تعالى جل جلاله دانية جزای کج دزیره دانیه تشتی خود تعالی تب حکمت تجیدنه و انسان وقتات حیاتا خود جی تطبیق بکن فایده وید بینن مثلا انسان ویگا وقتا کو حدی دزیه کو تطبیق کربونا کی دزی بکرانا مثلا دستی ویژه کرانا کسی دی جسارتا دزیه نت کر مال انسانا ویبکاتا سلامتیه ده طبی او جیجه شرط و شروط هنه يعني کنگی دستی انسان وقتا دزیه بکتی جه کرن کنگی نای جه کرن فلانه شرط و شروطی وی ده کتاب می فقه ده شریعتا اسلامی ده شرطی وی هنه دستی هر کسی نای جه کرن ایکو دستی واره جه کرن اک شرط هنه والحاصل موضوعا مجبر نفقها موضوعا ما لسر قنهي كبائر دسكنين ام زيدا ناكم نوان مسألة ده يدي جبر في يعني ام جفي آياتي فهم دكين كو دزي خدي حرام كريه كو مرمى علي خلقي بالذبيحة ودزي يكش قنهي كبائر كو هم لآخرتي العذاب خدي ده عذاب كيوي جران هي هم لدنيا الجزائي وي كو وقتا حكم دولتا إسلامي هبا شريعتا خودي حاكم با و أو دستيوان ورجي كرن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حضرت أبا هريرة هاتي الروايات خديرات بناخلك قال النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله وها بيان كريا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إنسان الزناي بكات حالك والزناي دك مؤمنه ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ايكو عراقي فتخوة درماني سرخوشي استعمال تكا دوي آنا دوي زماني كوي سرخوشي تشيتكا وي تشتيد فخوة دوي حالي دنا مؤمنة ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ايكو دزيت كدوي حالك دزيت كدنا مؤمنة ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن يكي كمالي خلقي غصبك
مالي وان بحقي جوان غصب كجوان بستينه وخلقها ليدن يرن قوتا وبي ناكبك ويحقي خوجي بستين ياوي منع ويجيبكن صادجة يعني ليدن يرن بنهيرتني يعني كفايت كن شنك قوتا وبي ناكبا أو إنسان دوي حالي خود نمؤمنه في شكل هانا إيدي معنى نمؤمن علماء هناك بيقالك معنى يعني جفي أو كرنا اما ظاهر حدیث اوه رب کائنات سرزمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوتی او انسان نج طائفه مؤمنانه نج مؤمنانه متفق عليه بخاري مسلم رواية كرنا حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حضرة أبا هريرة هاتي رواية كرن خيطة رضي بنا خليك عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية قال قلت لعن الله السارق يسرق البيضة خذي لعنتا خل دسكة يعني الاي كدزيه بك خذي لعنتا خليك يعني خذي ويجي الرحمة خو ببار بك يعني نعوذ بالله كما رج رحمتا خذي ببار وتجزاك في مصدر تنية يعني كما رب من هرا حضورا خذي نعوذ بالله يعني جزاكي جزاء أن ما ظنش جزاء إنساني كنا من هذا حضور خدي تجزاكي جزاء ومصدرتنا البا خدي چونكو إنسان رحمة خدي دي بار بك أيدي وير وخوشية ونعمة وشفقة إشكي بستينة دي قلت لعن الله السارق يسرق البيضة خدي لعنة تاخل إيه دزك هيك كي دزة تنزلتك هيك كي دزة فتنقطع يده دستي ويراد باش بونا أو كي تيدزيني يعني جبوكو هيك كيد كدستي تيجيك جيكرن ويسرق الحبل حبل وريس خلقي الدزا تنازلت كوريس خلقي الدزا دستي بيجبو وريسة كي تيجيك جيكرني طبي حديث طبي علماء بيجند بيكو يعني أبيا بريكو حد مثلا دست جيكرن دتش قاصيدة أو كده بقى ربع دينار شاريكا دينار كي شاريكا زيرا كي دوی د دست انسان جه تکرن نورمال ده هيك كي دناي جه كرني اما اف حديث يعني بريوي حكميه وياخذ تجي اف حديث صحانيت به هيك ككو زيدا قيمتها ربع دينار بلكي هيك جزير با وياخذ وكديبا يعني حاصلي يعني مسألة سرفية يعني انسانك يكون دزيه بك خذ لعنة ليكريه أبيا بسيوية ولو دستيوي نيجي كرنجي بسيوية چونكو كش رحمة خده بباربو حتى ويحق حقوق خلقي الوانا فقارينا لعنة ليدبارش جل رحمة خده بباره متفق عليه أخرجه البخاري برقم بخاري ومسلم في حديث رواية كرنا يكجقون هيك كبائر قطع الطريق يكجقوني كبائر أو ك يعني كو إنسان ري بريبك ري خلقي ببرا بتركيد بيول كسجي إنسان ري خلقي ببرا وبكبه بيشيوا مالي واجوا بستينة أفجي يكجقوني كبائر قال الله تعالى خذ القرآن ده بيان كريه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم جزاء فإنساني كو حربي بخدي وبيغمبري ويرتكين وتكبنا بيشيا مسلمان الريوات دبران خدای تعالی او کتنا کت کبنا پیشیا مسلمانا او کوریه مسلمانا دبرن مالی و اجوادستین حربا بخو پیغمبری خواره حساب کریه و ارضی دا افسادت کن فسادت کن يعني یا امنیت ارضی دا ناهلن جزای و ابا کوانا کشتن يعني وقتا مثل حكمي خدای تعالی شریعتا خدای حاکم با دولتا اسلامی ويوا انسانا وقتا بقرين ويوان بكوجين وياخذ او يصلبون ويوان الصلب كان صلباندن بشتياتنا كشتنجي وان بدارك بي وعدالقين وبصلبين او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وياخذ تجي جزاء وان ابا دستو لنجي وا
ويوانا جي كرني يعني دستي راستي لنجي تشبي ياخذ دستي تشبي مثل يعني لنجي راستي من قلاف أو ينفوا من الأرض جاء أرضي ويوانا مثل نفي كرن يعني ويوان سرقني ولاتك دني بكن ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أبيا جزايا خديت على الدنيا دكو دايوا أما داخرتي دجي عذابك زحف جران جوان رهية يعني يكوش في جزاي خلاص ببال آخرتي عذابك جران جوان رهية إيدي تدي تفصيلات فقهية أو تفصيلات فقهي كي كشتني حقتك كي صلباندني حقتك كي دستو بيوان جيكرني حقتك كي سرقنو نفي حقتك مثلا بانا أو جزا تفصيلات فاتتهانيت كتاب الفقه دهية جبرنا موضوع عامية مناكبنا ويدريدا أما تشتيكو موضوع عامة أفا كو أفيا ري بري كو مرو ري إنسانا ببرا مالي واجوا بسطينا غصب بك فلان أزيتي بدوان ياوان بكو جايا فلان بك أف ري بريتي يكشقون هيك كبائرة خده تعالى حرام كريات في إنساني مسلمان خوجي بباريزة ولو الدنيا جزاي حاكمة خلاص جي ببا الآخرة عذاب خده تعالى وإنسان خلاص نابه يا مهم جي شو عذاب خده چونكو اختا خده تعالى بخوازه قال الدنيا يجي بقالك جيدي نبدا استحاكمة جي بقالك بشكل دي كاره جزاب دوان والآخرة شو ذاتا عذاب وان خده تعالى حاضر كريه وي شكلي بدا وسم الدابة في الوجه بس هنا كان يعني دقاء دكن الحي حيوان ياخذ دقاء ليتخنج بوكو وناس بكن أبدق دانا حيوانا جيكو واني شانت كن دقال واتخن جبوانش حيواني دي ناس بكن أبجيكو للروي حيواني ويدقي تشيك أو جيجون هيك بارة عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتيه للرو نخل يعني الإنسان كي خيل الروي بنخل ياخذ الحيوان كي خيل الروي حيواني النخل اللي جي كي دي خلقور كاويخا فلان قوة كي دي يعني ليخا اگر كنت دي لي خصن لازم با لي خصن حق كربا فلان با تدي اوكا يعني اشخو لي خصن ذاتا وقتاكو يعني نب حقيبة لي خصن شخو نجايزة إدي أما خود تعالى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كريكو للرو ورا خصن وكو داغي يعني رو ورا داغ كرن ورا داقاندن يعني نشانه كل روخن أبيها إنسان نشانه للروي خوخن وياخدها للروي حيوان جبوانش حيواني دي ناس بكن أبيها هاتي نهي كرنش طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه حضرت جابر الروايات كن خذ راد بن أخوليك أن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار دبي حاشي حضور كرك دبار درباس بو قد وسم في وجهه أو كرد روي ده هاتبو نشان كرن هاتبو روي ده داغ هاتبو كرن هاتبو نشان كرن فقال لعن الله الذي وسمه رسول الله قال لعنته خذ الوي إنساني بكو روي في حيوانا هاولو داغ كريه ودروي ده وي نشان كريه شبر في يعني حيوان جيبن حق حقوق كيوان هي حيوان نبي حق حقوق ما رفت شو بخوازب حيوان أنا كاربك خويت على جهر كثير جهر تشتكي حق حقوق الدانية اشتاش حق حقوق حيوان يجي أباك مرب وقتها نشان بك وضاغ بك جبو نشانه مرب للروي وان نك يجون هيك كبائر الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة مرب فراق زيف وزير دا وقتا كو بخواه ياخد فخوارني يا خوارني فراق الزيف وزير ده أبجي بني كبار عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حزت حذيفة خذي رضي بن خليك بيمجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيست يقول هادقو لا تلبسوا الحرير ولا الديباج جلي هفريشم جلي ديباج الخونكن ديباجي تشيتكي هفريشم ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ود فراقي زيف وزير دجي آوي نفخل يعني خوارني ولا تأكلوا في صحافها الصحافة يعني الطبق فراقي
زيف وزير دا نفا خوارن نخون فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الدنيا دا فانا كافر استعمال كن كافر أمري خودش بركو ديقات ناكن خوش بحرامي بأمريا خودنا باريزن شخورة دس فراق زيف وزير دا تخون. اما دا آخرت ابانا منارنا كافر جفراق زير وزيف الآخرت محروم چونكو يد جهنمي دبن جهنمي دا فراق زيف وزير تنهنا فراق زيف وزير الجنة هنا او جيج بو استعمال كرنا مسلماننا. ابجي حديث صحيحة متفق عليه. وعن أبي أم سلمة أم سلمة هاتي رواية كان رضي الله عنها قالت بإديام أم سلمة قوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وها قوتيا أم سلمة جبر بيلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تبي مؤمنانه خد طالت قرآن ده بيان كيه قوتيا بيلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مؤمنانه. من شرب في إناء من ذهب أو فضة كسيت فراقك يعني باخد فراقك الزير ده وياخذ زيف ده فإنما يجرجر في بطنه نارا في من جهنم أو دنابا خود آقري جهنمي يعني دفاخن تدي وقتا إنسانك آفا كي دفاخو تشكي دفاخو صاد مي دج دفيوي وبرجيلي ميداوي دبا أو آقري جهنمي تخن دفيخو آقري جهنمي ميداوا دا برجيل بتشسكي واتش نافاوا في شكل هانيكي يعني وي الآخرت آقري جهنمي وي عين جديلا وي آوي وكوفا خوارنا دفراقي زيرو زيف دا وي آقري آقر وصاب كفا قرقاوا وهرا ميداوا هرا مثلا نافاوا. في شكل هانيكي أخرجوا مسلم وها رواية كريه جبر في أفراقي زيف زير حرام دفي إنساني مسلمان خوجوان بباريزة دفراق زيف وزير دا استعمال نكتشتا يعني أهليكو كافر إيكو أمري خده تعالى قداري ناكن أو فيتشتي هانيتكن أو يجيج آخرت جمينة محروم. يكجي جقون هيك كبائر أبا لبس الرجال الحرير والذهب يعني زلام مسلمان لخوا كرنا جلي هفريشين واستعمال كرنا الزير جوان رحرامه أي دبدنا خده تدي أبي زيفو زير لزلام وبيركا توا حرامه كوتاني زيفو زير كوتي دفاخون خوارني ياخد آوي تدفاخون يا خوارني بخون استعمال كرنا بوي شكل هانيكي لزلام وبيركا تف حرامه. أما أبا مثلا دبدنا خده كو استعمال بكن جلي هفريش موزير جزلام را حرامش بيركا را جايزه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وش حضرت عمر هاتي روايات كن خدي راد بن خليك قال رسول الله برسول الله قوتي لا تلبسوا الحريرة قوتي جلي هفريش ملخونكن يعني جزلام را قوتي فإنه من لبسه چونكو إيكو جلي هفريش ملخوك في الدنيا إذا لم يلبسوا في الآخرة لآخرة الخناقة خويا تعالى الآخرة وان جلي هفريش ميكو أهل جنتي رح حاضر كرنا واجلي خوشك جي محروم دمينه خويا تعالى واجلال واناك أو جي متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قستيلك ديد دستي الشخص كده دستي زلامة كده قستيلك ديد قستيلك الزير فنزعه فطرحه أو قستيل جدستيوي درخست وآفيت وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدي قو هناك جوا وندتشن برانجكي آقر وندتينن داتينا سر دستي خواه يعني قستيلا زير برانجكي آقر يعني الآخرة والسر وببا برانجكي آقر ونب سبب كو الدنيا خستيه دستي خوي والآخرة خود تعالى دستي وبيخ جهنمي ده برانجي آقر ونسري. فقيل للرجل بشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شو هنا كاجيرا هذا الراجل قستيلا خوش خور بفروش يا تشكي جيبك
خذ خاتمك انتفع به قستي لا خو هذا بينا قوش ورا بشكلك تبفرش جي منفعته بيني. قال لا والله لا آخذه أبدا، والله أو قستي لاكو وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قستي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم آفيتيا أنا چمي قستي لناين مجار كدي ناخمة دستيخوه. والحاصلي أف حديث عاجي صحيحة مسلم رواية كريا من أشار إلى أخيه بحديدة مرف يعني هسنكي سري بيتوش كيرك با ياخد شورك با ياخد مثلا خنجرك با ياخد تشتكي كو سري بيتوش بمروها دوي توش بدا آلية مسلمانكي ولو ويبي يعني وكاكو بي بترسينه فلان ها أبياها نجي أوكي أوجي حرامش قن هيك كبائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم كنيا بيغمبر ما باوي قاسم نابي كوري بيغمبر ما باوي قاسم في شكل قوتية من أشار إلى أخيه بحديدة كسيكو بري تشتكي هسنكي كسري ويتوجا يعني بآلي مسلمانة كده بدأ ويبي تهديد بك فإن الملائكة تلعنه، ملائكة لعنة ليتين مرف كير دا دستي يكي مرف دوي مرف مثلا راجة دوي دوي مرف يعني أوكاوي بقفدا كيركي مرف بدا نكو بوي آلي توج مرف مسند يدا شور بديسا وصا مرف شور الطرفي توج بيخد دستي خو الطرفي دي مثلا مرف دريجي دستي ويكا. فإن الملائكة تلعنه، ملائكة لعنتي ليتين إيكو بشكل بك حتى يدعه حتى كويتشتي تركنك ملائكة لعنتي ليتين يعني هالسنة كيرك تشتكي توج دستي مرف دبا بآلية توج مرف بآلي مسلمان كده ندى بي نليزة وياخد بي تهديدنك ياخد نهجينه يعني بشكل يكونك وإن كان أخاه لأبيه ولو برايو يجدي وباف جيبا لازم ابوي شكلي حنكا بيرا نكا چونكو يعني معلومات دي هود بكو بإرادة ويناكي أو كير أو كبو يعني فيجا جي صلاح جي وصايا أنا مثلا صلاح بدماچه بفلان بات رابي بري دماچه بدي الشخص كيف يا شكون هيك كبائره قالك إنسان نزانن مثلا نزانن كو بلكي مرميتي دي ياخد مثلا أو كتي يعني مثلا نزانن مرميتي دي بقي جهات يدرخستن وياخد أو كب شكلكي وياخد نزانن مرميت دوي ويدا مايه تديكو بري ويداي وبرداء وتديلوي إنسان مسلمان كاز جي أزيادي دبكو بمرد دبكو سقط ببا وياخد أزيتك زيادة ببينه جبر في لازم مرف تجاري بري دماچه بري صيلحي بري شور بري كيرا تشتكو توج بإنسان جي ضرر وأزيته ممكنة ببينه كرا مرف بريوان ندى إنسانك مسلمان يدي كو خيطالة أفش قنه بري صيلحي تبدي يكيش قنه كبائر بالي يدي كتراب بي إنساني بصيلحي بكجي بلا سبب سوجو سبب حق نكر بترابي وي أو كي كايدي جزاي ويتشيل با خيطالة جزاكي خدای تعالی زان قرآن ده گوتی که مسلمانه که قصدا بکشه جزاوی جهنم ابدیه و حاصلی في شکلی هانه که اف موضوع عمل ورقدیا حتى برنامج نو وان امانتي خدای بین خدای تعالی و تبدا محافظه کج آفات و بلا خدای مشگونی کبائر بپارزه ما و تب تمام مسلمان مشگونی کبائر بپارزه وانتبدأ أمانتي خديبين حتى برنامج نو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.